السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا رب. اليوم بحول الله هنقدم معكم حريشة مالحين، حرشة بالتشيشة والزعتر والزيتون والجبن، والحرشة بالسميدة حتى هي بالزيتون خضار والزيتون كحل والزعتر والجبن كيجيو مزيونين. خليكم معايا نقوزو على بركة الله. هنايا جبت واحد البالانغانا، غنبدا ننزل فيها داك المكونات كامله. بديت هنا بالزعتر هو الاولي، عملت الزعتر. غنزيد شي حاجه بالنسبه هذه الحرشه ديال السميده، كتبغي الزعتر شويه زايد باش كتجي ديك النسيمه ديال الزعتر مزيونه فيها. ومن بعد هنايا غنزيد الزيتون مقطع، زيتون كحل مقطع طريفات تيتوين. ومن بعد غنزيد عليهم هذا الزيتون خضر، يعني نفس الكميه د الزيتون كحل والزيتون خضر نضيفو حتى هو. من بعد هنايا غنضيف ياغورت طبيعي. اللي بغى يستغنى على ياغورت طبيعي يستغنى ويعمل يعني يعمل شي جبن سائل كيجي مزيون، واللي بغى يستغنى عليه في مره ما يعملوش. انا كيعجبني نعملو ديك الحموطه ديالو، كتعطينا الحريشه واحد النكهه مزيونه، كتجي منكهه به مزيونه ديك الحموطه ديالو. هنا غنعدل واحد قبيصه د الملحه يشويوش، حيت الزيتون مالح ياغورت مالح، باش ما كيجيوناش تجينا شي الحرشه مالحه مره. هنا غنعمل نص ساشي د البيكين باودر، غنعمل غير نص ديالها، والنص غنخليه باش نستعملوه في الحرشه اخرى ديال التشيشه باش ما كتخمرش دغيان. هنايا غنعمل زيت زيتون، زيت الزيتون كتجي فيها واحد النسيمه مزيونه، هي كتزيد تعطي لديك الحريشه السميده، كتجي تعطيها واحد النكهه مزيونه. من بعد هنايا عندي الحليب، عندي كاس د الحليب وكاس د الماء، غليتهم مع بعضهم دفيتهم ماشي غلاو عيد فوشتيتو، وبيهم كنخلط هاد العناصر كامله، كنخلطهم بواحد الطراب حتى كيشبروا حتى كيتجنسوا مع بعضهم مزيان. ومن بعد كنحك كيسو دي بولا، كنحك يعني واحد الكميه لا باس بها. اللي ما بغاش يحك داك كيسو دي بولا كيعمل كيشبروا كيقطعوا طريفات تيتوين، يعني طريفات صغيورين مره هيدا، وكيعملوا. انا مي فضلت نقطعوا عفوا نحكوا في الحكاكه، نقوزوا في الحكاكه، وراه كيطيحوا طريفات غلاطين. اذا كتلاحظوا كيطيحوا طريفات يعني غلاطين. ونمر ما حكيت ديك كيسو دي بولا غنزيد عليه جبن الموتزاريلا، عملت شويه ماشي بزاف منه. انا كنستعمل جبن الموتزاريلا داك الكحل اللي كيكون لومبالاج ديالو كحل، هو اللي كنستعمل كيعجبني صراحه الله، هو اللي كنستعمل بزاف. هنا اذا كتلاحظوا حكيتو فحال كيما حكيت الكيسو دي بولا، وكيبقاو الطريفات غلاطين شويه. من بعد ما حكيت العناصر كامله وحكيت ديك الاجبن بجوج بيهم، غنحاولوا نخلطوا ديك العناصر كامله مع بعضها. عاد غنضيفوا لهم، عاد نجيبوا حتى كيتخلط داكشي مزيان، عاد نجيبوا السميده غنبقاو كنضيفوها شويه بشويه، نخلطوا العناصر كامله السميده وديك العناصر الاوليه اللي عملنا، نخلطها شويه بالفوي. ومن بعد غنستعمل يدي
باش يعني كتخلط لي ديك العناصر مزيان وكتخدم، خصها تخدم مزيان السميده تدخل في ديك السوائل كامله. هي كما قلت غنخدم بيدي، كنحاول ما نعجناش بزاف، يعني غير ديك السميده تشرب داك السوائل، ومن بعد غنخليها على جنب. بعد ما كنخليوها شويه، ماشي ثقيله مره ماشي خفيفه مره، يعني كتكون نص نص كما كتشوفوا. نخليوها على جنب هيدا، ومن بعد غنجوز باش نعدل الحرشه د التشيشه. غنغسلها ونخليها تشيخ تفزك شويه. هنايا جوزت باش كنطيب في الحريشه د السميده. خليت الحرشه د التشيشه كتفزك في ديك جبانه باش كتهزك يعني كتجي رطبه. وهنا جوزت كنطيب، عملت 2 المقالي باش كنسربي داغيان. سبحان الله، انا دايما كيعجبني نطيب في 2 المقالي، الرغايف اولا الرغايف د الرفيسه اولا الحرشه، كيعجبني نعمل 2 المقالي. كنبقى نضغط عليها باش يعني كتشبر داك الدورة داك السيركل. كيجيو حريشات هيدا مزيونين، الميريندا، الفطور، وكيصبروا في الكونغيلادور. يعني كيصبروا في الكونغيلادور، اذا حشيتوهم في الكونغيلادور كيصبروا. هنايا من بعد ما ديك الشيشه فزقت مزيان، صفيت لها داك الماء اللي خليتها كانت فيه فازق. هنايا كنضيف لها الزعتر، نضيف لها قبيصه د الملحه، كنزيد لها واحد شتيتو د الملح، شي حاجه د الزيتون خضر، وغنزيد له شي حاجه د الزيتون كحل، يعني نفس الكميه، شي حاجه د الزيتون كحل. وغنضيف لها شويش د زيت الزيتون، حتى هي يعني نفس المكونات. هذه شوي واحد طريفه د الجبن، يعني طريفات خفافين. هذه اللي هاد الحرشه د التشيشه ما عملتش فيها ياغورت طبيعي اذا لاحظتوا. نعمل داك النص د الساشي ديال البيكين باودر اللي بقالي من الحرشه د السميده، هو اللي غنضيف على هاد التشيشه. وغنزيد نضيف لها واحد شي حاجه د زيت الزيتون، دايما ضروري زيت الزيتون ضروري، الحرشه كتبغي زيت الزيتون. انا كنخدمها دايما بزيت الزيتون الصراحه الله، ولو حتى كتكون حلوه كتعجبني في هذيك النكهه د زيت الزيتون. هنا ضفت واحد المعلقه د سميده باش ديك السميده ديك التشيشه كتشبر في بعضها. وهنا غنخلط العناصر مزيان حتى كتخلط مزيان، وغنخليهم داك المكونات يتشربوا مع بعضهم. هنايا غنضيف شي حاجه واحد نص كاس من داك الحليب اللي بقالي، وغنزيد نخلطهم، نخلط ديك العناصر مزيان، وغنخليها ترتاح حتى نكمل بالتطيب د الحرشه اخرى. ومن بعد نجوز باش نطيب هاد الحرشه هادي. هنايا مقله عملت فيها شي حاجه د التشيشه، بديت كنجيب داك السيركل
كنعملو في الزيت، كنحشيه في طاسة فيها شي حاجة د الزيت، ومن بعد كنبقى ننزلو هيدا وكنعمل التشيشة كنبقى نضغط بالمعلقة باش كتشبر داك الفورمة ديال أن تجي حريشة مدورة. كنبقى عليهم هيدا حتى كنكملهم كاملين بيهم. ولهنا من بعد ما طابو لنا الحراشات كيجيو بهذا الشكل هذا، كنقدموهم مع اتاي سخيخن. هنا كنبغي نقول لكم بصحة وراحة، وبارطاجيو الفيديو، ما تبخلوش علينا بلي لايك، وبسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.